وفي يوم من الأيام هم قاعدين على السفرة بيتعشوا، مرة واحدة الأمير البسيط صرخ وجري على الشباك، بص بصة ورجع لم المشاريب كلها من على السفرة قدامهم وراح دلقها من الشباك. كان يا مكان في قديم الزمان وفي مملكة بعيدة عاش ملك طيب وعادل مع ولاده الثلاثة حياة سعيدة. الراجل ده شعبه كانوا بيموتوا فيه وعمل كل حاجة صح في حياته إلا حاجة واحدة، إنه يربي ولاده. ابنه الأول كان غاية في الشجاعة بس متهور وما بيفكرش قبل ما يتصرف ومخه تعبان. ابنه التاني كان غاية في الوسامة بس مغرور وما بيفكرش في أي حد غير في نفسه ومخه تعبان برضه. أما ابنه التالت فكان أقل واحد فيهم تفضيلاً عند الملك، his least favorite، وده لأن كان بيشوفه إن تفكيره طفولي وعلى قده ولا يصلح لحكم البلاد من بعد. ومرت السنين والثلاث أمراء كبروا وبقوا شباب والراجل ابتدت صحته تتدهور وحان وقت إنه يقرر مين هيكون ولي العرش من بعد. وفي يوم من الأيام وهم قاعدين على السفرة بيتعشوا، الأمير الشجاع المتهور كان عمال يتكلم ويحكي عن اللي هيعمله ويسويه لما يمسك البلاد من بعد أبوه، والأمير الوسيم المغرور كان عمال يحكي ويتحكى باللي هيعمله ويسويه لما يمسك البلاد من بعد أبوه. مرة واحدة الأمير البسيط صرخ وجري على الشباك، بص بصة ورجع لم المشاريب كلها من على السفرة قدامهم وراح دلقها من الشباك. الملك يا عيني أمله خاب، إيه يا ابني هي خلاص هبت خالص ولا ايه؟ بلا اسالك رد القضاء ولكني اسالك اللطف فيه. والراجل قاعد بيستعوض ربنا في اخر برج كان فاضل في نافوخ ابنه. الاتنين التانيين يسكتوا له؟ لا طبعا، قاموا زعقوا له والتلاته مسكوا في بعض. والملك قاعد بس يا ابني بس يا حبيبي هو تسيب اخوك مفيش فايده. جاله ذبحه صدريه وهم قاعدين قلبي. 3 أمراء هيجروا عشان يطمنوا عليها يقول لهم إن هو كويس مفيش داعي القلق، هو بس محتاج يريح شوية وهيستأذنهم ويروح ينام. وقبل ما يمشي هيندهوا عليه الأمير الشجاع والأمير الوسيم يقولوا مش حاسس إن جه وقت بقى إيه أعمار بيد الله وكل حاجة، بس مش حاسس إنك محتاج تاخد قرار في موضوع مين ولي العرش؟ الملك هيقول لهم فعلا عندكم حق، أنا الليلة هقرر وبكرة هقول لكم مين ولي العرش من بعدي. والخدم هياخدوه ويدخلوا بيه. قبل ما ينام رئيس الخدم هياخد بعضه يروح يبص من الشباك، بعد كده يقول له يا جلالة الملك انتوا قاعدين على العشاء، شعلة من شعلات النار اللي منورة شرفة القصر اتفكت ووقعت على القش اللي في الاسطبل، ولولا ان الامير بسيط قام طفاها كان زمان النار مسكت في الاسطبل كله وبقت كارثة. الملك هينبهر، معقول؟ يعني ايه يعني بسيط مش مجنون؟ الملك هيشكر رئيس الخدم ويقعد يفكر مع نفسه. لحد اللحظة دي كان القرار شبه محسوم بالنسبة له بين يا الأمير الشجاع يا الأمير الوسيم، وهيسرح في أفكاره ويروح في النوم. تاني يوم الأمراء هيصحوا على الملك جامع الشعب كله في ساحة القصر، يقول لهم شعبي العزيز النهارده هنعلن مين ولي العرش من بعدي، ويحط إيده في جيبه يطلع 3 ريشات. هتطير ولا ايه؟ 3 ريشات في ايده، هيبص لل3 امراء وهيقول لهم انا هحدفهم في الهواء، الريح تشيلهم زي ما تشيل. كل واحد فيكم هيمشي ورا واحده ومن مكان ما ترسى عليه انه يجيب لي افخر بساط واغلى خاتم واجمل بنت في المكان كله، وبناء على مجايبكم هقرر مين ولي العرش. الامير الشجاع والامير الوسيم كانوا في غايه الغضب من الملك المسابقه المفاجاه اللي اعلن عنها، ولكن ما كانش فيه وقت للغضب. لو حد فيهم حابب يكون ولي العرش من بعده محتاج يكسب المسابقه دي، في حين ان بسيط كان طاير من الفرحه ان ابوه عمل حسابه واداله فرصة زيه زيهم يكون ملك من بعده. المهم الأمير الشجاع المتهور خد حصانه وانطلق، بالأمير الوسيم المغرور ركب العربية دي، الاتنين بيشيلوها من قدام واتنين بيشيلوها من ورا عشان بيقرف يمشي في الطينة، ما بيتعاملش هو مع الحياة بره القصر. أما بسيط على رجليه وعينه على ريشته ومشي وراه. أول ريشة ريشة الأمير الشجاع المتهور طارت على قد ما طارت وهو وراها على حصانه لحد ما رسي نزل من على حصانه ومسك الريشة وبيبص قدامه لقى ده منكوشة وهدومها مبهدله كده على قدها يعني كده شويه، ماسكه سجاده 1.5 متر في 2 وربع، مر عليها 600 سنه ما فيهاش حته سليمه، او بالمنفضه وهاتك يا نفس. هيقرب عليها ويقول لها دي افخم سجاده انا شفتها في حياتي، السجاده دي من السجون الشرقيون. البنت هتستغرب جدا ضارب ايه ده قبل ما يجي؟ تقول له سمو الامير عفو يا فندم ده اللي بنفرشها على السطوح فوق، فخمه ايه وبتاع ايه ما معفنه. الامير هيقاطعها ويزعق لها يقول لها طالما انا قلت ان دي افخر سجاده في المكان تبقى دي افخر سجاده في المكان، ولو على المكان ما احنا في وسط الصحراء في سجاجيد هنا تاني. تقول له العفو يا سمو الامير، ضارب ايه عامه اللي تشوفه. اعتقد افخر سجاده في البلاد دي تسوى لها ايه بتاع 10 قطع دهب 15 اللي باقي دي كمبيوتر. الامير هيقول لها عندك حق، يدب ايده في جيبه يطلع سره من العملات الذهبيه يعد 10 ويديهم لها. بنت ما كانتش مصدقه ده انت زبون. طارت من الفرحه ولسه هتمشي قام نادت لها بقول لك ايه ما عندكوش خواتم هنا؟ يا سلام عينيا من عينيا يا سمو الامين. فتاخد بعضها وتدخل الزريبه، عندهم تور ملبسينه حلقه في مناخيره كده هتفكها ما اجيب لك غيرها استنى
في حمار بره، استنى اجيب لك غيرها. هتطلع للامير تقول له انا دورت على قد ما دورت، بس للاسف ما لقيتش اي خواتم عندنا للبيع، مفيش غير واحد ارث عائلي متورث من اجيال لاجيال، يعني حاجه كده لا تقدر بثمن. انت رخيصه. الامير هيقاطعها ولا لها لمي الفيلم الهندي اللي انت عاملاه ده ملوش لزوم، انت واقفه في سوق الخميس كلمي امير، عايزه كام خلاص، لو عرفت هتموتني، بس يعني ممكن اديهولك ب20. الامير هيدب ايده في الكيس يعد 20 عمله ذهبيه ويديهم لها، هياخد منها الخاتم، وقبل ما يمشي هيبص لها كده يقول لها ما تعرفيش احلى واحده احلى واحده في المكان هنا فين؟ طبعا كل لك نظر، احنا في وسط الصحراء. اكيد من الست اللي متجوزه بالسجاده اللي انت لسه واخدها. الامير هياخدها بصه من فوق لتحت كده ويقول لها تعالي. ماشي تعالي، تحبي تسكني في القصر؟ تقول له طبعا. يقول لها اركب. تقوم راقعه زغروطه ونطه وراها على الحصان، نادى لامها قالت لها انا رايحه القصر. الجوازه دي مشيت وانت جايه الفرح، البسي البسي التونيك اللي شفناه عند مناهد الجمعه اللي فاتت، كويس يجي بالعبايه اللي حضرتي بيها فرح ناهد، رايحين في القصر من اول يوم، انا هبقى ملك. الامير هياخدها وينطلق في رحله الرجوع للقصر. تاني ريشة الأمير المغرور، الهوا هيشيلها قد ما يشيلها، والخدم يا عيني شايلينه في عربيته وبيجروا وراها فين وفين لحد ما هترسى على عتبة دكان قديم مكحكح. ده هيفتح ستارة العربية كده يبص يقول لهم أنا لا يمكن أنزل من العربية، لا يمكن أدخل المكان ده سوري، دونا عن المملكة كلها، بقى أنا الأمير جميل جمال ملوش مثال أدخل الدكان المعفنة دي؟ استحالة طبعا. هيقوم ضارب ايده في جيبه، مطلع سرة من العملات الذهبية، كابش حبة مديهم للخدم ويقول لهم ادخلوا هاتولي افخر سجادة في المكان المعفن. واحد من الخدم هياخد الفلوس فعلا ويدخل الدكانة شوية ويطلع له بسجادة معفنة كده، يقول له دي يقول له دي انضف حاجه لقيتها جوه، تحب اسمك تشوفها؟ يقول له لا اشوفها ايه؟ شوف ايه القرف ده، خلصت الفلوس بقى حاجه من الفلوس ولا؟ يقوم دارب ايده في سره الفلوس تاني، كابش حبه مديهم للخادم ويقول له ادخل هات لي اغلى خاتم في المكان المعفن ده. الخادم هياخد الفلوس وفعلا يدخل الدكانه، وشويه هيطلع له ايد في جيبه وايد ما انجش بيها واحده. تمسك واحده في ايدي، يطلع ايده من جيبه ماسك خاتم، يقول لامير دي انضف حاجه لقيتها جوه، حضرتك تحب تشوفه؟ تاني يقول له بلاش قرف، اشوف ايه وبتاع ايه، مين دي؟ الخادم يقول له انا عارف ان اسمك مشغول جدا ما عندكش وقت عشان نوفر المشروع، والبت المعفنه دي بنت صاحب الدكان، صدقني احلى واحده في المكان جوه، انا حكيت لها الموقف وهي موافقه وتمام. الامير هياخدها بصه من فوق لتحت كده ويقول لهم حطوها مع السجاده على ظهر العربيه كده من ورا، ويلا على القصر بقى عشان خلاص مش قادر اقعد من غير تكييف اكتر. الجو صعب قوي في المملكه دي، مملكه ما يتقعدش فيها. لا يمكن استحمل القرف. فعلا البنت هتركب والخدم ياخدوا العربيه بيها وبيه بالسجاده ويرجعوا على القصر. ثالث ريشه الامير البسيط، طارت على قد ما طارت ومشي وراها على قد ما مشي لحد ما رسيت في غيط. قعد جنبها يبص يمين مفيش صريخ ابن يومين، يبص شمال مفيش غير صوت صرصار الحقل حرفيا. طب يعمل ايه؟ فكر ان هو يشيلها يروح بيها مكان يعرف يجيب منه الحاجات اللي ابوه عايزها، سوق الجمعه ولا حاجه، بس كده هيبقى غش. فقرر ان هو يقعد جنبها، وهي شويه والهوا جه خدها طياره. الهوا هياخد الريشه ويطير لحد ما ترسى على باب منجم مدفون في الارض شكله غريب ولا كانه ما اتفتحش من سنين. بايديه هيزيح التراب ويفتح الباب، هيلاقي سلالم ملهاش اخر. يقرر يثق في الريشه وياخد بعضه وينزل. واما يوصل عند نهايه السلالم دي هيلاقي نفسه في بدايه ممر ضيق جدا وضلمه جدا، ومن اخر حته فيه جاي شعاع نور. لف وارجع بقى بلا ريشه ولا بتاع، هياخد بعضه زي اي حشره رزله ويتجه للنور. لما يوصل لنهايه النفق هيلاقي نفسه في كهف مليان كنوز، الارض للسقف ذهب ومجوهرات. طبعا هو جايب سجاده هو جايب سجاده واحده. الريشه كانت بتفكر في ايه؟ نعرف. خد بعضه ودخل، وعلى قد ما كان منبهر من كميه الكنوز اللي كانت حواليه، على قد ما مطمعش في حاجه، وعلى طول ابتدى يدور على اللي جاي عشان. مره واحده من وسط الكهف طلع له واحده ست عجوزه شكلها مرعب جدا. هتساله عرف طريقها ازاي وايه اللي جايبه هنا، فيحكي لها الموضوع كله من طقطق لسلامه عليكم. الست هتزعل جدا، لاقوني يا دي المصيبه، عرفوا مكان الكهف، اتفضحنا عشان نخلص منهم ومن حواراتكم. وهتتعصب جدا بس هتقرر تعمل معاه اتفاق. هتقول له انا اقدر اديلك البساط والخاتم. البنت ما عندناش البقى ما تشتغلش في الصمت ده، تيجي شوف هتدور عليها فين، مشان شايفني ايه. وفي المقابل لما ترجع ما تجيبش سيره المخلوق عن الكهف. شوف بقى تقول لهم جبت الحاجه دي منين، اهم حاجه مفيش بني ادم يعرف لي طريق. وبعد شويه تفكير الامير هيقرر انه يرجع بحاجتين من الثلاثه احسن ما يرجع ايد ورا وايد قدام، وهيوافق. الست هتقوم مسقفه، يقوم ناطط جنبها ضفدعه صغيره كده، تقول لها شوفي عمك عايز ايه، تديله السجاده من جوه والخاتم اللي هناك ده. الضفدعه تهز راسها وتنط تروح تجيب له السجاده وترجع. ومن وسط كوام الدهب هتجيب صخره كده وتيجي للست العجوزه بلمسه واحده من صباعها تحولها لاجمل خاتم اي حد شافه في حياته. الضفدعه تقوم واخداه وهي بتديهوله، هتوشوش ودنه وتقول له الحق ابوس ايدك، الحقني من الولايه الخلد. الامير هيقول لها بما انك ما عندكيش بنت انا هاخد الضفدعه فوق البيع، مش هيبقى ايه
لا عرش ولا عروسة. نبقى طلعنا بالضفدع. ساحرها تتنرفز جدًا وتقوم طايرة في الهوا وتقول له كُلّه الذي. الأمير هيقوم ساحب سيفه ويدخل معاها في عراك، يحاول يعطّلها لحد ما الضفدعة تعب، وفعلًا نجح. عطّلها شوية وقام ناتش السجادة والخاتم وخد ديله في أسنانه وجري. أول ما طلعوا من المنجم قفل الباب وخدها وجري. وهُم في الطريق بقى راجعين المملكة قعدت تحكي له عن نفسها إن هي أميرة رهيبة. طبعًا أميرة من مملكة كبيرة جدًا. الساحرة الشريرة دي سطت على مملكتهم وقشّطتها وخطفتها وسخطتها ضفدعة وخلّتها تخدمها، وإن حل اللعنة دي قُبلة من شخص ساعدها من غير ما يفرق له هي مين. يقوم واخدها فكِك لها اللعنة والضفدعة هتتحول لبنت زي القمر. هياخدها ويرجع المملكة عنده يكون الأمير الشجاع والأمير الوسيم وصلوا وقاعدين مستنيين ومستنيين أبوهم يطلع يعلن النتيجة. بالحاجات المعفنة اللي هم جايبينها دي أول ما يشوفوه داخل عليهم بالسجادة والخاتم والبنت دي متشعبطة في دراعه هينبهر. يبتدوا يقلقوا بقى لأبوهم يختاروا. الأمير الوسيم هيبص للأمير الشجاع يقول له معقولة بابا ممكن يختار وإحنا لأ؟ فالأمير الشجاع هيقول له لأ طبعًا إحنا جايبين حاجات زي الفل إحنا كمان. هتقوم البت اللي كانت بتنفض اللي كان جايبها معاها تقول له يعني أنت كلك نظر، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. أنت شايف عاملة إزاي البعيد إيه؟ أميرة. لا يا عم سلام عليكم، جايبيننا تهزقونا هنا والّا إيه؟ إخواته الاتنين هيروحوا له يقولوا له أنت جبت الحاجات دي منين؟ هيقول لهم مش هاقدر أقول لكم وأحسن لكم ما تعرفوش. مسحبين سيوفهم يقولوا له يا تقول لنا جبت الحاجة دي منين يا مش هيحصل كويس النهارده. وبسيط بيتكلم معاهم بيحاول يقنعهم إن هم ما يروحوش. هتقوم الريشة بتاعته طايرة من جيبه في الهوا. الشجاع هيبص للوسيم يقول له خلاص سيبك منه إحنا مش محتاجينه في حاجة. الريشة دي عارفة الطريق وياخدوا بعضهم ويطلعوا ورا الريشة. والهوا هياخدها يفضل يطيرها لحد ما توصل عند باب المنجم. هيفتحوه وينزلوا أهلا نورتوا ولاد حلال مصف. كنت لسه ماسكة الموبايل هبعت على جروب الساحرات إن أنا محتاجة 2 يساعدوني في أعمال الكهف. اتفضلوا. الملك هينزل ينبهر بشطارة بسيط ويقول له إن أنا أسأت الحكم عليك ويسأله عن إخواته. ويقول له إن هم عندهم في راح مشوار كده عندهم يعني في درس صغير هيتعلموه إن شاء الله يبقوا ييجوا. الملك هيعينه ولي عرش من بعده وهيطلب من الأميرة إنها تعيش معاه. هتقول له يعني أنت أنقذتني أنقذت حياتي أنا هاقعد معاك إن شاء الله في عشة من بالك قصر. ويتجوزوا ويعيشوا في تبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. باي.